صباح الخير. إن شاء الله الكل بخير وانتم تتابعون اليوم. وإذا أول مرة تشوفون قناتي يا ريت تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى توصلكم الإشعارات بكل وصفاتي الجديدة. اليوم مخللات أو تحضيرات الشهر من مخللات والطرشي، سهلة وبسيطة وما تاخذ منكم وقت، والأهم من هذا كله إنه هي طعمها كلش طيب، ويا الأكل ويا اللفات ويا السندويتشات، أي شي تحبوه أو تسوون بيه أكلات تقدرون تستخدمون هاي المخللات. وخلونا نبدي بسم الله. أول شي راح نسوي شلون نخلل الخيار اللي هو المخلل العادي. كل اللي أحتاجه المطيبات كرفس وشبنت وليمون وثوم، وأحتاج خيار، هذا خيار ما أعرف شي يسموه بس هو خيار جديد. لازم نشيل الجزء الفوق حتى ما يتعفن عندنا. وشغلة ثانية، أنا أخرمه شوية من النص هيجي بالسكينة. هاي الحالة استخدمها إذا كنت أريد أسوي طرشي وراها، بس إذا أخليه مخلل لا، مجرد إنه بس أشيل الجزء الفوق وخلاص أرتبه بالعلبة. راح أسوي بيش كم ثقب بعد ما أشيل الجزء الفوق وأرتبه كله بهاي العلبة. تقدرون تستخدمون أي علبة متوفرة عندكم، بس أنا استخدمت هاي لأن حجمها كبير حتشيل كل الكمية. حكمل كل خيار بهاي الطريقة. هاي تقريبا كل كمية الخيار عندي، مجرد أرتبها بالعلبة وخلاص. المطيبات راح أخليها من جوا العلبة ومن فوق، وعادي طبعا هي حتى إذا تخلوه بس من جهة واحدة طبيعي. هاي رتبت الكمية كلها وياكم. هسه راح نحضر المحلول اللي شو اسمه لترين ماي، اللتر حوالي 4 أكواب، يعني 8 أكواب ماي. راح أخلي عليه ملعقة شكر حتى تبقى القرمشة مال الخيار بيه، وأخلي عليه 3 كوب ملح، وربع كوب خل. إذا عندكم الملح الخشن استخدموه أفضل، بس أنا ما كان متوفر عندي، استخدمت الملح الناعم عادي هم يصير. نخلط نخلط نخلط، وراح أضيف هاي كمية الماء على الخيار. وراح أحفظه حوالي 3 أيام، وبعدها راح أسويه طرشي. وإذا تردون مخلل عادي خلوه 4 أيام 5 أيام وبعدين أكلوه عادي، تخلوه وين ما كان، يعني ماكو فد مكان محدد. وهسه راح نبدي بكل المخللات. كل المخللات أنا راح أستخدم هو نفس السائل، قياس مضبوط اللي هو 6 أكواب مي، وعليهم كوب خل أبيض. ومعلومة لازم المي يتفور أول مرة وبعدها شوية يبرد حتى لا يتعفن الطرشي. 6 أكواب مي عليهم كوب خل أبيض، وعليهم 3 كوب ملح اللي هي 3 ملاعق هيك مليانة بشكل هرمي. هاي قستها وياكم. وخلاص راح نخلط كل شي، بس يذوب الملح راح أضيفهم على المكونات. وهذا المحلول نستخدمه بكل أنواع المخللات الجاية ويانا. أول شي راح نبدي بمخلل الخيار، سويته وياكم يعني بطريقتين هسه شوفوا.
هذا المخلل اللي سويناه أول مرة، الخيار اللي خللناه ممكن تاكلوه هيجي بالطريقة العادية، هو خيار مخلل، وممكن تضيفون عليه إضافات. أنا أحب أضيف عليه إضافات لأن إحنا العراقيين مشهورين يعني بأكل الطرشي. عندي حافظة، سواء العلبة كانت زجاجية أو بلاستيك عادي، بس المهم تكون نظيفة. راح أقطع الخيار بهاي القطاعة، ممكن تقطعوه بالسكينة، ممكن تخلوها خيارة عادية كاملة، ما يفرق، هو مجرد يعني بالأكل حتى يصير سهل. أقطع كل الكمية بهاي الطريقة وأضيفهم بالعلبة. وهاي عندي كل الكمية مالت الخيار، طلعت منها كمية على جهة أستخدمها واحد بدون أي إضافات. راح أخلي عليها الإضافات خلوا اللي أنتوا تحبوها. أنا خليت كرفس، خليت عليها ملعقة كبيرة من بهارات الطرشي، ونص ملعقة من الكركم حتى تنطيها هذا اللون الأصفر الحلو. راح أخلي عليها تقريبا ملعقتين كبيرة من نعناع مجفف، نعناع كلش طيب ويا الطرشي. وراح أخلي عليها هذا المحلول اللي سويته وياكم. ضيفوا لحد نهاية العلبة. أهم شي بالطرشي إنه كل شي يكون نظيف حتى ما يخرب عندكم الطرشي. وهاي الكمية صارت جاهزة عندي. تقدرون تكتفون بهاي المرحلة أوكي، بس أنا حبيت أضيف هذا الزيتون وليمون وبشطة، يعني حبيت شوية يكون بيه طعم حار. تقدرون تستغنون عن هاي الخطوة لحد يعني مجرد الخيار المخلل عادي، بس أنا حبيت أخلي وياه شوية يعني شي سبايسي. هاي عندي نص كيلو تقريبا بسنين، ب2000 أو 2000 وربع. مجرد ضفت عليه وهاي صار عندي واحد ويا الزيتون شوية حار، والثاني عادي بدون أي إضافات. هذا نقدر نستخدمه واللفات أو السندويشات. الشغلة الثانية إنه راح نخلل اللهانة البيضة والحمرة، لهانة أو لفت. أنصحكم تجيبوا لهانة حجمها صغير حتى تتقطع بسهولة، مو مثل هاي حجمها كلش كبير. تقدرون تقطعوها بالطريقة اللي تحبوها عادي بالمثرامة، بس أنا حبيت أسوي وياكم أبسط الطرق. يعني إذا أحد ما عنده مثرامة قطعها بالسكينة عادي. الحجم انتوا تتحكموا بيه، تقدرون تخلوه هيج مثل هذا صغار، وتقدرون تخلوها كبيرة. هاي عندي القاعدة البيضة، هاي أنا ما أحتاجها لأن هي تصير قوية. عادي نخليها بعلبة نظيفة بس. من أطيب أنواع المخلل هو المخلل الأحمر، كلش طيب، وخصوصا ويا اللفات إذا سووا اللفات كلش طيب. تقدرون تستخدمون كل أنواع اللفات. راح ننزل لكم هواية طرق إن شاء الله وياكم ويا اللفات نستخدم بيها هاي المخللات. نستخدم ليمون، أنا استخدمت ليمونة واحدة بس. أصفطها وياكم بهاي الطريقة وأكمل كل الكمية. هاي كملت عندي الكمية، واستخدمت نفس المحلول اللي سويناه بالبداية إلى أن ترست كل العلبة عندي بالمحلول.
بهاي الطريقة. وبعدها خليت عليه شرائح الليمون، هاي مقطعتها اني وبس. وكمل عندنا المخلل الأول، تقدرون تحتفظون بيه برا عادي وين ما كان، مجرد 3 أيام أو 4 أيام، بعدها تقدرون تاكلون منه طبيعي كلش طيب. والمخلل الأخير اللي هو لهانة البيضة، مجرد أخليه بالعلبة وأخلي عليه المطيبات اللي هو كرفس وليمون، شرائح ليمون وبس. أستخدم وياه نفس المحلول، أضيفه عليه وهنا كان عندي متوفر شوية عنبة، فخليته عليه حتى ينطي طعم طيب. أنا كلش أحب العنبة، المرة الجاية أسوي لكم طرشي بالعنبة إن شاء الله. وهاي عندي شوية ليمون مخلل خليته وياه وبس. وخلص هذا تدخلوه للثلاجة أو تخلوه برا عادي، مجرد 4 أيام تقدرون تاكلون منه. وكانت هاي وصفتنا لليوم، مخللات الشهر. وإن شاء الله يا رب تكون وصفات سهلة، وإن شاء الله تجربوها. وألف عافية مقدمة على كل اللي راح يجربها، وانتظروني بوصفات جديدة، وباي باي.